بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن درس مهم وهو بعنوان العوالم النورانية وتفسيرها وما هي العوالم النورانية، وعدة نقاط مهمة هندخل فيها ونتكلم فيها إن شاء الله. نبدأ. العوالم النورانية هي العوالم اللي أصلها رحمة وطمأنينة وجلال، وهي العوالم اللي بتتصل بنور أسماء الله الحسنى، وبتحمل طاقة سلام داخلي وهدوء وثبات وروحانية عالية. العوالم دي دايما بتحس معاها براحة من غير ما تفهم ليه، بتحس باتساع في صدرك وتنفسك يبقى خفيف، بتحس بنور داخلي كأن قلبك بينور كده بالراحة، وفي نوع من السكينة بيغمر المكان حواليك. العوالم النورانية بتتجلى في صور كتير، زي مثلا الإلهامات اللي تحس إنها جاتلك بنور مش بخوف، الصوت الداخلي اللي يطمنك وقت ما تكون متوتر أو تايه، الإشارات اللي تيجي ليك بشكل ناعم وبهدوء كأنك بتسمع كلام من غير صوت، أحلام فيها نور أو أماكن واسعة أو وجوه مريحة أو شعور بالرفعة والطهارة. لما تيجي تعمل ورد أو تهيئة وتلاقي المكان تقيل بالنور وتحس إنك متشال من على الأرض، ده اتصال نوراني. ولما تحس إن دماغك صافية وإن روحك ثابتة وإن فكرك منور كده، ده برضه أثر من أثار العوالم النورانية. أما العوالم الظلمانية فهي عوالم أساسها اضطراب وخوف وتقليب داخلي، ودي الطاقات اللي بتخلي الإنسان يحس بضيق مفاجئ أو اختناق من غير سبب أو خوف من غير مبرر. العوالم دي دايما طاقتها تقليبية، وزنان في الراس، تحس ان راسك بتزن، تجلي في الكتاف او الجنب، او احساس ان في حاجة مش مظبوطة في الجو، او ان في حاجة بتراقبك من غير ما تشوفها، وهي اللي بتسبب قلق ضغط نفسي بدون سبب، وتقلبات مزاجية ورغبة في الانعزال او النوم او الهروب من الناس. وفي اوقات تلاقي المكان نفسه تقيل، كأن في سحابة سوداء بتحوم حواليك حتى لو ما فيش حاجة واضحة قدامك. طيب، الطاقة الظلمانية بتبان في حاجات واضحة، زي مثلا انك تبقى قاعد في مكان وتلاقي فجأة صدرك اتقفل من غير سبب، تحس بتوتر فجأة او نبض مزعج فجأة في نص الجبهة او تحت الرقبة، حلم فيه ضيق او اماكن ضلمة او مطاردة او كائنات غريبة او اصوات عالية تتقل عليك وانت بتعمل ورد او الذكر، او تحس انك نايم ومربوط او جسمك مكبوت ومش قادر تتحرك. نيجي بقى للتمييز بين الطاقات. هنا لازم المعالج الروحاني يهمه الامر ده ويفهم. الطاقة النورانية بتحس معاها بخفة في جسمك وراحة داخلك، وتفتح في دماغك وتوافق في القلب، يحصل توافق بإذن الله وسكينة بتغمر صدرك، تحس إن الهواء حواليك شكله مختلف، كأن في نسمة نور ورائحة مسك، ريحتها هدوء، ريحة هدوء حوالين منك وأمان، مفيش أي توتر، طاقة ناعمة وبتدخل بشكل طبيعي وسلس، مفيش فيها صراع ولا ضغط ولا إكراه. أما الطاقة الظلمانية بتحس إنها داخلة عليك بعنف، بتحاول تتسلط عليك، بتضغط على مكان معين في جسمك، تضايق في النفس، كأنك مزنوق في كتمة في النص أو اليمين أو الشمال، ألم بسيط في مؤخرة الرأس أو فوق المعدة، أفكار سلبية بتيجي فجأة كأن حد بيغرسها في دماغك، وبتحس بثقل في جبهتك كأن في إيد مسكاك. مثال تاني، لو جيت تعمل جلسة كشف، لو المكان نوراني هتحس إن كشفك شغال بسلاسة، وإن عينك بتشوف إشارات واضحة، وإن قلبك مستقر. لو المكان اللي انت رايحه ظلماني هتلاقي الكشف مش مستقر ومفيش كشف صحيح، ويتقفل فكرك ويتقفل التواصل مع روحانياتك. فلذلك الدرس ده مهم، لازم تعرف تفرق بين الطاقتين. تمام أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب، مثال تاني، لو انت داخل تشتغل على ورد نوراني
على نية فتح بصيرة. هتلاقي أول دقايق فيها خفة وراحة، ولو في طاقة ظلمانية في المكان اللي انت فيه حوالين المكان هتلاقي أول دقايق فيها دوخة بسيطة أو صداع خفيف أو تشويش في العين، وده لأن الطاقات بتتصادم. مثال من الشغل الروحاني بتاعك، لو رحت تكشف على حالة مسحورة معذرة والمكان نوراني، هتلاقي الكشف واضح ونفسك ماشي كويس في النفس الروحاني زي ما وضحنا، في نفس داخلي سلام داخلي، وهتلاقي برضو حضرتك ماشي كويس والذكر سالس. طيب لو المكان عليه طاقة ظلمانية هتلاقي، ركز معاي، هتلاقي ان جسمك يسخن او يبرد فجأة، او ايدك تتقل سواء اليمين او الشمال، او تحس ان عينك مش شايفة، بيحصل عدم نظر بشكل صحيح. تمام. في تمييز كمان بسيط جدا، الطاقة النورانية لما تدخل مكان تجيب معاه هدوء، وطاقة ظلمانية لما تدخل مكان تعمل إحساس بغربة وضيق حتى لو المكان نفسه جميل. تمام. طيب هنا برضو هنكمل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني الدرس ده طويل شوية فاستحملوني، في عمق العوالم النورانية والظلمانية وتأثير كل عالم على السالك هذا الطريق الروحاني، لأن ده من أهم المراحل اللي بتتميز المعالج من أي حد تاني، وبتخليه فاهم هو ماشي فين ومتعامل مع إيه بالظبط. العوالم النورانية ليها رتب، وكل مرتبة ليها مستوى طاقة مختلف عن عالم نور بسيط خفيف تحس فيه بنسمة راحة وتفتح، وعالم نور أعلى تحس فيه بنور جسمك بيشعر منه كأنه هيبة، وعالم نور أعلى منه تحس إن في حضرتك في مقام روحاني مثبت فيه ومفيش خوف ولا اضطراب، بمعنى لحظة تجليات مع الخالق سبحانه وتعالى، ومفيش أي قلق كمان فيه، وأرقى بفضل الله أرقى طريقة. تمام. بس دي المراتب اللي بالمستويات العوالم النورانية اللي بيتخذها سالك هذا الطريق. تمام. طيب ازاي نعرف ان العوالم النورانية اتفتحت معك؟ بص يا سيدي، صلى على النبي، لما تلاقي علامات واضحة، مثل زي انك تلاقي الهام من غير ما تفكر، يعني مجرد ما حد مثلا يقابلك كده او يحكي لك في موضوع، انت بذات نفسك بتخش على الشخص ده من غير ما تعرف حتى اسمه ايه، بيجي لك رد في دماغك ده عنده كذا 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 كذا. تمام. حباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، زي اللي قلنا الدرس ده مهم، فعليكم يعني تسمعوه بصدر رحب. تمام. طيب يعني قلبك بيتكلم قبل عقلك، وده رزق نوراني. طيب علامة تاني، انك تحس ان وعيك اتسع كأنك شايف الصورة كاملة مش جزء منها، دي تاني علامة. تالت علامة، الاشارات اللي كانت مش واضحة في الاول بتبقى واضحة جدا قدامك، كأن في حد بيشغل لك فيديو بيقول لك بص شوف. تمام. فده اعلى المراتب، بتلاقي نور داخلي ثابت يحسسك انك متشال من جوه، ده اللي بيسموه اهل الطريق مقام السكينة النورانية. تمام. طيب العوالم الظلمانية هي كمان لها مراتب، وكل مرتبة بتدي نوع مختلف من الطاقة. في عالم ظلماني خفيف اللي هو مثلا طاقة وهم، تحس ان واحد موهوم. تمام. قلق بسيط. وفي عالم ظلماني اقوى اللي هو طاقة خوف، خايف ينام وحده، خايف يدخل المكان عشان ما يحصلوش مس او غيره، فالطاقة الظلمانية متحكمة فيه، لذلك لما يكون عارض في البيت او سحر في البيت بيعمل طاقة ظلمانية. تمام. طيب اللي بيحس ان بضغط على عقله او افكاره تتبدل فجأة، وفي مرتبة اعلى اللي هي طاقة التشويش الكامل. طاقة التشويش الكامل دي بيستخدمها السحرة، ليها طبعا خدام من الشياطين والجن. طاقة الخداع الظلماني، ايه هي طاقة الخداع الظلماني؟ دي تخلي الانسان يشوف حاجات غلط او يحس برسائل مش صحيحة او ياخد اتجاه مش بتاعه. تمام. فالعوالم الظلمانية لها اسباب، وتلاقيها في بعض الاشارات المعروفة، اولها انه الجو مثلا حواليك يبقى مش لطيف. تمام. حضرتك مش قادر تاخد نفس، تحس ان فكرك مشتت مش ثابت، مش عارف تتكلم، تحس نفسك تايه، تحس نفسك ان مثلا عندك شد في الظهر
أو الرقبة، تحس بنبض مزعج في مكان معين، ونبض يخليك تتزعج، وخصوصا فوق المعدة أو تحت السرة، لأن الطاقات الظلمانية دايما بتتغذى على مراكز الطاقة المنخفضة. تعال بقى للتمييز العميق، وده اللي يميز السالك الحقيقي النوراني. لما تكون الطاقة نورانية قلبك يثبت، يعني تحس ان جواك رسوخ روحي، مفيش تقليب ولا خوف ولا فزع ولا قلق، تحس انك ثابت على مكانك حتى لو حواليك دوشة وضغط، هتلاقي جواك هدوء. سبحان الله سبحانه وتعالى، يعني ميزان داخلي كده ثابت. تمام، فده نور بإذن الله سبحانه وتعالى. لما تكون الطاقة ظلمانية تلاقي قلبك بيتقلب بسرعة، أفكارك بتتغير كأن في حد بيحركها، مزاجك يتنطط من غير سبب، جسمك يتقل، وتلاقي نفسك مش قادر تركز على الظلمة دي. في العوالم النورانية الإشارات بسيطة وواضحة ومفيش ضغط، أما في العوالم الظلمانية الإشارة تيجي بعنف، كأن حد بيدفعك ناحية حاجة أو يزقك ناحية قرار. تمام. بس نكمل برضو. اللهم صل على الحبيب. تأثير كل عالم على السالك. العوالم النورانية معاها كتير بتفتح عندك البصيرة، وبتوسع مدارك، وبتخلي روحك متوازنة، وتبدأ تشوف أمور الناس من جوه. تمام، تحس بحال المريض من غير ما يتكلم، تعرف نوع الأذى احنا قلنا اللي قلنا عليه اتكلمنا فيه من قبل ما يبدأ الجلسة أصلا، وتشوفه أصلا. تمام، رؤيتك الداخلية هي إشارات واضحة للعلاج، وده رزق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. تمام. أما التعامل مع الظلم، العوالم الظلمانية، لازم أن يكون حضرتك محصن وطاهر علشان تقدر تصرف الحاجات الوحشة دي عنك. تمام. طيب، في برضو تمام مستوى 7 مستويات من الطاقة والعوالم الرمادية بين النور والظلمة، وده باب مهم جدا لأي سالك في الطريق الروحاني. أول مستوى من مستويات الطاقة هو مستوى الجسد، وده أقل مستوى، وهو اللي فيه إحساسك بالتقل والتعب والجوع والنوم، وده المستوى اللي الطاقة الظلمانية بتحاول تدخل منه، لأنها أضعف نقطة، ولو اتقفل عليها بالتحصين والذكر صعب جدا تخترق. تاني مستوى هو مستوى النفس، مستوى العواطف والمشاعر، وهنا تلاقي طاقة الظلمة تحاول تتحكم فيك عن طريق الضيق المفاجئ أو الحزن أو الخوف، أما طاقة النور فبتحس إن نفسك مرتاحة ومطمئنة، وتحس براحة من غير سبب، وتلاقي الصدر مفتوح. ثالث مستوى هو مستوى الفكر، وهنا مكان التمييز العميق، لأن الطاقة الظلمانية تبعت لك أفكار فجأة مش بتاعتك، زي خوف غير منطقي، وسوسة، تشويش. أما الطاقة النورانية فبتبعت لك صفاء ووضوح، تفهم بسرعة وتعرف تفصل بين الحق والباطل، ويجيلك إلهام بإذن الله. رابع مستوى هو مستوى الوعي، وده مستوى أعلى، وهو اللي من خلاله السالك يحس بطاقات من غير ما يشوف حاجة بعينه، لكن يحس حضور نوراني أو حضور ظلماني، ويحس إن المكان نظيف أو تقيل، ويحس إن الكلام جواه بيترتب طبيعي من غير ما يفكر. خامس مستوى هو مستوى الروح، وهنا بقى تتفتح بوابات النور القوية، وده المستوى اللي فيه السالك أو الطالب الروحاني يحس إن روحه بتتشحن، ويحس إنه داخله نور بيملأ صدره، ويحس إنه ثابت مهما حصل حواليه، وده مستوى له أثر طويل. يعني جلسة نور في المستوى ده ممكن تفضل مؤثرة أسبوع كامل. سادس مستوى هو مستوى السر، وده مستوى أعمق من الروح، وفيه الإلهام الحقيقي، وفيه التوجيه الرباني، وفيه الإشارات الخفية اللي تيجي للقلب قبل العقل. وفي المستوى ده السالك لما بيتعامل مع عالم نوراني يحس إنه فاهم رسائل من غير ما يسمع صوت، يحسها بس من جوا قلبه. سابع مستوى هو مستوى الحقيقة، وده على مستويات الطاقة، وده اللي يكون فيها الطالب الروحاني ثابت على مقامه، وطاقته النورانية تبقى قوية، لأن درجة إن الطاقة الظلمانية ما تقدرش تقرب منه، وده المستوى اللي بيبقى فيه اتصال نور قوي جدا، لكن مش أي حد يوصل له إلا بعد تطهير طويل وصفاء كبير. طيب، تعال بقى نخش على العوالم الرمادية، ودي أخطر من الظلمانية، لأنها مش بتيجي بتقل ولا ضغط ولا بتديك إحساس خوف، بالعكس بتيجي هادية شبه النور،
لكن مفيش فيها نور حقيقي، يعني في طاقة وسط بين الاتنين. وده اللي ممكن تخدع الطالب الروحاني، لأنها تتقرب له بهدوء وبراحة، ولكن بعدها يحس إنها سحبته لتشتت أو لدعم داخلي. العالم الرمادي تحس فيه براحة وهمية، يعني بس تحس إنك مرتاح، بس دخلك مش ثابت، تحس إن نفسك خفيف لكن قلبك مش مطمئن، تحس إن المكان هادي بس جواك فيه اضطراب صغير. وده اللي لازم الطالب الروحاني يكون فايق، لأنه ده العالم الرمادي هو بوابة الهلاك للطالب الروحاني. الطاقة الرمادية تخش على الإنسان لما يكون تعبان أو زعلان أو مجهول النية، يعني مش داخل على الورد ولا على الجلسة بنية ثابتة. وده تخلي الواحد يفكر غلط وهو فاكر إنه تفكيره نوراني، وده أخطر من أنواع الطاقات لأنها بتلعب على الحياة بين النور والظلمة. طيب، تميز إزاي الطاقة الرمادية؟ طيب، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تلاقي نفسك مرتاح ساعة ومتقلب ساعة، تلاقي نفسك فرحان من غير سبب، وبعدها بربع ساعة تحس انك فاضي من جوه. تلاقيك بتفكر كتير بس من غير قرار ثابت، كلامك ما بيستقرش على صيغة معينة او على قرار معين، بس تلاقيك بتسمع اشارات مش واضحة كأنها نور بس مش كاملة. العوالم الرمادية دايما عندها ميزة غريبة، انها تخلي الانسان يحس انه ماشي صح، بس على المدى الطويل يلاقي نفسه مش بيتقدم. وده الفرق بين النور والرمادي. النور يخليك تتقدم بسرعة، والرمادي يخليك واقف مكانك، والظلماني يرجعك 1000 خطوة لورا. طيب، لو سلمت نفسك للعالم الرمادي كتير تلاقي نفسك مش شايف الطاقات بوضوح، يعني مرة تحس بنور، مرة ضلمة، مرة نور، مرة ضلمة، مرة مش عارف تميز. وهنا يحصل إني بنسميه تضارب الطاقات. أما الطالب الواعي فهو اللي يسمع قلبه، لأن القلب دليله وقلب المؤمن دليل. تمام. النور يدخل القلب يثبته، والرمادي يدخل القلب يحيره، والظلمان يدخل القلب يقلبه. وبإذن الله سبحانه وتعالى هكذا نكون وصلنا بإذن الله إلى ختام هذه الحلقة. وأنا آسف إن أنا اتأخرت عليكم، بس ده كان درس مهم لازم نتكلم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.